السلام عليكم، مرحبا في سلسلة تحليل الكرة الثابتة من الدوريات العربية والعالمية. اخترت ركنية مميزة بالدوري الإماراتي، دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، من مباراة الأسبوع الأول بين الوصل وبنياس. في الدقيقة 22 نفذ نادي الوصل ركنية من نوع القصير، ما تسمى بالركنية القصيرة، بطريقة جميلة لفتت انتباهي، فأحببت أن أقوم بتحليل الركنية من الجانب الدفاعي والهجومي. التكتيك الذي ركز عليه فريق نادي الوصل والأخطاء الدفاعية التي قام بها لاعبو بنياس. أولا، الركنية كانت من الجهة اليسرى من تنفيذ اللاعب رقم 31، وبجانبه كما سنرى لاعب آخر. فمن الأول نادي الوصل اختار لهذه الركنية القصيرة، وكما هو معروف أن الركنية القصيرة من أهدافها هي محاولة تفكيك دفاع المنافس والبحث وصنع مساحة للاعبين وتحرير اللاعب المستهدف الذي ينطلق إلى المساحة المستهدفة واستقبال الكرة وتسجيل الهدف. أولا نلاحظ أنها ركنية قصيرة، اللاعب المنفذ يمرر للاعب زميله ثم ينطلق وراء ظهره ويستقبل الكرة. يقوم اللاعب لمزيد، هذه ركنية قصيرة، لكنها كما تسمى عند بعض المحللين ركنية قصيرة مزدوجة، أي اللاعب المنفذ أخذ الكرة مرة ثانية لكن يرجعها للاعب زيادة في إرباك المدافعين وتشتيت انتباههم وإعطاء فرصة لزملائه من أجل التمركز الصحيح واختيار المكان المتفق عليه في مثل هذه الركنيات. أولا، التنظيم الدفاعي يعتمد على دفاع المنطقة. دفاع المنطقة تقريبا ب7 لاعبين، 1 2 3 4 5 6 7 لاعبين بمنطقة 6 ياردة أمام الحارس، وتقريبا بتركيز 5 لاعبين على القائم الأول. هذه المساحة الأولى التي يدافع عنها، وغالبا تكون بدفاع المنطقة. لكن الغريب أن نادي بنياس أهمل المنطقة الثانية وهي مساحة نقطة الجزاء، بحيث ترك لاعبا واحدا يراقب 3 لاعبين. فهنا 3 لاعبين أحرار مع اللاعب الرابع، ف4 لاعبين في منطقة مساحة نقطة الجزاء أحرار. ففريق بنياس اعتمد كليا على دفاع المنطقة، ودفاع المنطقة تكون فيه مشاكل كثيرة، منها ترك اللاعبين خطيرين بحرية مما يسمح لهم بالارتقاء ومحاولة التسجيل. الأمر الثاني هو أن تم إهمال القائم الثاني ومساحته كما ملاحظ في الصورة. فهذا اللاعب ليس في القائم الثاني، بل هو في منطقة الوسطى أمام الحارس، أمام المرمى، في منتصف المرمى. تم إهمال هذه المساحة، وممكن أن تستهدف من عدة لاعبين، إما من هذا اللاعب أو اللاعب الذي يأتي من الخلف. كما أن الحارس لم يتمركز في وسط المرمى وركز على القائم الأول، بالإضافة إلى 5 مدافعين. فرؤيتي
تظهر أن هناك أخطاء عدة لفريق بني إياس. أولا، اعتماده على دفاع المنطقة وحده، ترك المساحة نقطة الجزاء بدون مراقبة، سواء دفاع منطقة أو رجل لرجل. ثم أمر ثاني، أمام الركنيات، الدفاع أمام الركنيات القصيرة دائما يكون لاعبين حينما يتحرك أحد اللاعبين إلى المنفذ. نلاحظ أن لاعب واحد هو الذي تحرك للدفاع أمام الركن القصيرة، وهذا خطأ من دفاع فريق بني إياس، لأنه خلق زيادة عددية مكنت نادي الوصل من تنفيذ الركنية القصيرة وتفاصيلها بشكل جيد وبأريحية كبيرة، لأن الزيادة العددية في صالح نادي الوصل. نلاحظ استقبال وتسليم في الوقت نفسه. لاحظ انطلاق لاعب واحد، اثنان، ثلاثة نحو اللاعب المنفذ، إيهام أنه سيرفع الركنية، تمريرة إلى الخلف للاعب الذي سيرفع العرضية إلى المرمى. نلاحظ كم لاعب خرج من اللعبة بسبب هذه الحركة، وانتو بين المنفذ وزميله. لاعب، لاحظ، واحد خرج من العملية، اثنان، ثلاثة، أربعة، فلاعبين فقط قاموا بإقصاء 4 لاعبين من نادي الوصل، علما أن الزيادة العددية طبعا تكون غالبا ودائما للفريق المدافع. نلاحظ أخذ الوقت، رفع عينيه، قرأ المساحة، تمركز المدافعين وزملائه المهاجمين، ثم رفع عرضية ممتازة إلى اللاعب المستهدف في منطقة الوسطى أمام المنتصف المرمى. استقبلها بشكل جيد لأن كان عنده الوقت للانطلاق والارتقاء ثم تسجيل هدف. تمركز الحارس لم يساعده على استدراك خطأه. نلاحظ مرة ثانية من الجهة العلوية، لاحظ كم لاعب أقصي، 4 لاعبين أقصيوا من اللعبة. عرضية ممتازة بداخل القدم مقوسة، ارتقاء. لاحظ هاد اللاعبين غير مستهدفين، لاحظ تقريبا 5 لاعبين أقصوا من اللعبة في القائم الأول، فالقائم الأول ليس المستهدف وإنما المنتصف والقائم الثاني. اللاعب انطلق من القائم الثاني ثم ارتقى ثم سدد برأسه هدف. تمركز الحارس لم يساعده رغم أنها كانت تقريبا سهلة قريبة منه، لكن تمركزه الخاطئ في الأول لم يساعده. لاحظ الكرة مرفوعة بطريقة جميلة جدا، ارتقاء اللاعب بدون أدنى خطأ، الكرة فلتت من يد الحارس كما قلت، تمركزه لم يساعده. لاحظ من هذه الجهة ارتقاء اللاعب وحده والهدف. وبهذه البداية كاسترو هدف فما بعد